التطرق والحديث أكثر عن أوضاع جاليتنا في الخارج. معنا ضيف اليوم سيكون من مدينة فلسطين المحتلة. أهلا بك سامي. أهلا. أهلا بك، تنورنا من فلسطين ومن القدس. الله يحفظك. أكيد سامي، قبل ما نتكلموا على أوضاع الجالية الجزائرية أينما أنت تقيم في مارسيليا، نتكلموا على قرارك الذهاب إلى القدس بالتحديد. لماذا يعني قررت أنك تروح للقدس في هذه الأيام الأخيرة من رمضان؟ كانت مني الحاج بابا الله يرحمه يمشي للقدس، ما بعد نروح مع بعضنا العمرة. سي سكو اون فا فير بار لا سويت. دونك توفى الله يرحمه العام اللي فات، اي دوكو فوالا رحنا اون فامي مع الحاجه وخويا واختي. نعم. اي كيما قال اون رياليزي سون فو مي مالوغوزمون بلابسونس تاعو. نعم. وان شاء الله نفوتوا ليله 27 اليوم مع اخواتنا الفلسطينيين. نعم. في القدس ان شاء الله. نعم. وغدا ان شاء الله نروحوا نمشوا لمكه إن شاء الله. كيف كانت إجراءات الدخول إلى فلسطين؟ هل كانت هناك عراقيل منعتك أنك تدخل ولا كانت دخول بشكل سلس سهل؟ كانت شوية صعبة. كانت شوية صعبة، يعملوا علينا اون انكيت، يعملوا انكيت ولا كنا نعملوا شوية بوليتيك والمظاهرات ضد إسرائيل. نعم. فوالا دونك هذا ما كان. دوك ما لقاو والو وطلقونا، خلونا نبوظ، قعدنا في لاباس واحد 3 4 هكذاك. احكي لنا سامي على اجواء رمضان في القدس، كيف هي؟ اكيد تكون اجواء خاصه، كيف هي الاجواء مع الفلسطينيين؟ يسمعوا فينا بلي الجيريا يعرضونا ديريكتومون، يسمعوا لاكسون يحبسوا، يقول لك مرحبا جيت تفطروا عندنا للدار. ما نقولكش نومبر دانفيتاسيون اللي عطاونا سي انكرويابل. نعم. وكما راك تشوفوا اليوم الناس قاعده تاكل في ليسبلاناد باش يصلوا ما بعد التراويح وليله القدر. وسي كوم سا توت شهر كومبلي سي كوم سا. نعم. جي باسي دي عقبت رمضان دون ديفيرون بيي ميم في بلادنا، مي هنايا سي اونيك. اكيد طعم خاص. نوري لكم تشوفوا الناس ما كاش كل واحد وحده، كاع يديروا مع بعضهم. جو في فو مونطري باش تشوفوا ليماج. نعم، صورة واضحة سامي. هيا شوفي هنايا ما كاش لي سيباراسيون بين الناس، لي فامي. نوري لكم الجماعة أجواء تاعنا عائلية. فوالا هاو لو جروب تاعنا. هذا خويا. نعم. أو أخي نايل. الأم هيك. نعم. فوالا دونك تشوفي الاسبلانات كيف راهي. سامي، هل توجد جالية جزائرية؟ يعني هل التقيتم بجالية جزائرية مقيمة في القدس في فلسطين؟ كاين مي قليل. نعم. قليل. مهما يكون عندك جنسية خارجية فرنسية أو بلجيكية، لاباف إسرائيلية كما يقولوا ما عجبتيهمش ما يخلوكش تدخلي. نعم. مالغري تدخلي افيك اون كومباني، اون سوسيتي، كومون ابل سا دي اجونس دو فواياج وتخلصي وكل شيء، ولا عندهم الشك ما يخلوكش تدخلي. نعم. سامي نعرفوا ان العلاقات بين فلسطين، الشعب الفلسطيني والجزائري قوي جدا. نعرفوا ان معهم في السراء والضراء. كيف يعني يتعاملوا معك عندما يعرفوا انك جزائري حاليا متواجد في القدس؟ ندير لكم ان اكزومبل. جو اسيي دونك ندير لك ان اكزومبل لا رياكسيون. برك مقبله دخلت معايا اون فامي في لاسانسور. نعم. واللي ما ils ont rencontré des stars. قلنا لهم جزائريين، ils étaient vraiment très ravis, très ravis. فرحانين. قال لك c'est la première fois qu'on rencontre des Algériens ou voilà, ils avaient une sensation comme s'ils avaient rencontré des stars.
أكيد أكيد، هذا فخر لنا أيضا أنكم تتواجدوا في فلسطين اللي أكيد معها ظالمة أو مظلومة. نتكلموا قبل مجيئكم إلى فلسطين، كيف كانت أجواء؟ أنت مقيم في مرسيليا. لا ما سمعتك، اسمحي لي عاودي. نعم، قلت لك أنك كنت قبل رحلتك إلى نحو فلسطين كنت مقيم في مرسيليا. وي نعم، كنت متواجد في مرسيليا في فرنسا. وي نعم. كيفاش كانت الأجواء رمضان في مرسيليا؟ خاصة أننا نعرف مرسيليا فيها جالية جزائرية كبيرة جدا. وي مي الغربة كوا كيل اريف سي توجور الغربة، سي ابار لي مارشي تروحي تقضي تو سا صح كي ما خصنا والو تماك عندنا ليسبري تاع البلاد، مي الريحة ولي تراديسيون تو سا ما كاش. وشحال من سنة ما قضيتوش رمضان في الجزائر؟ انا صافي غير 3 4 نعم. حبسنا شويه الكوفيد هذا اللي شويه هردنا. نعم، بعد عودة فتح المجال الجوي، عدم زيارتك للجزائر كانت بسبب يعني الأسعار الباهظة لتذاكر طيران، أم ما زال ما اتخذتش قرار أنك تزور الجزائر؟ لا، هذا العام قررت باش نروح ندير عمره ونمشي القدس. نعم. والعام الجاي ان شاء الله نجي نشوف خاوتي ان شاء الله. وكيف هي تحضيرات العيد؟ العيد ولا صون واش غنجوزو في بلاصه اللي ما تتوجدش، يعني حنجوزو ان شاء الله في الحج. سي فوالا سي با حاجه اللي نوجدوها. نعم. لان العباده الماكسيموم فوالا ان شاء الله. والعوده الى الجزائر في القريب ام؟ ان شاء الله في القريب ان شاء الله. نعم ان شاء الله. شكرا لك سامي. الله يحفظك. شكرا لك على هذه الصورة الجميلة اللي حبيت نفوت لكم فلسطينيين. جو بروندر ان وازار ان شاء الله. السلام عليكم. اني مع القناة الجزائرية، حبوا يعرفوا ها شوفي لا رياكسيون، حبوا يشوفوا. ها حسنا تفضل نعطيك هذا تكلم معهم. شوفي ديجا كيفاش راهو يضحك وفرحان كي تقولي له الجزائر. نعم. رمضان كريم، اهلا وسهلا. نعم. راكي تسمعي فيه؟ نعم في الاستماع. كيف هي الأجواء في القدس؟ كيف هي رأيك انطباعك، خاصة أنه جزائري كجزائري الآن زار القدس، ما هي انطباعك حول هذا الأمر؟ أولا أهلا وسهلا في الجزائر وأهل الجزائر، احنا بنحيي كل الشعوب العربية وأي بني آدم زائر شرفنا وتنورنا. ما شاء الله شوف الأعداد اليوم جاءت لتحيي ليلة القدر. نعم. زارتنا من كل محل وصلتنا هذه الرحلة الطيبة. أهلا وسهلا بكم إن شاء الله. ربنا يعطيكم طول العمر والصحة والجزاء، دائما تيجوا تصلوا عندنا وتشرفونا وتنورونا إن شاء الله. الأجواء ما شاء الله عليها، في أعداد ناس، في أعداد، وفي ما شاء الله متطوعين، وفي مساكين، في رجال نظام، في دفاع مدني، في كل شيء. واحنا إن شاء الله نتمنى لجميع الزائرين الأمان والسلامة والانبساط إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا. إن شاء الله. شكرا لكم. مثل دائما الجزائر مع فلسطين ظالمة أو مظلومة. إن شاء الله. إن شاء الله. حياكم الله. الله يحفظك ان شاء الله. شكرا. وراهو جزائري معايا واحد اخر. نعم سامي. اخي مراد. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. هذا تعرفنا في لو جروب تاع لاجونس دو فواياج، ومعرفه كبيره. نعم. مراد، كيف هي الاجواء في فلسطين؟ كيف هو شعورك وانت متواجد في هذا المكان العظيم؟ ما شاء الله، فلسطين هي الجزائر، بلاد واحد. فلسطين ما شاء الله ما كاش فلسطيني كما كنقول انا وعزلنا على البيت ولا يخلص علينا قهوه اتاي ماكله. ما شاء الله يعني تحس باللي رانا في بلادنا. فلسطين تقدر تقولي باللي عائله 49 ولايه تاع الجزائر. اكيد عائله. اكيد. وكيف هي اجواء رمضان في فلسطين؟ لا ما شاء الله، شوف في الحين الحمد لله يعني وزعنا الاكل في الساحه تبع المسجد الاقصى. نعم. وكاع ناكلوا في رحبه، وزعما كما يقول لك الفقير الغني كاع الناس تعاون وتاكل في رحبه. اللي ما عندوش ياكل واللي عنده ياكل الحمد لله. ما عندهمش الفرق هنايا، ما كاش الفرق. نعم.
شيء يعني رائع نفتخر به كجزائريين متواجدين في القدس. لا الحمد لله. وشوف جاتهم غريب هذه السنه بيشوفوا جروب يعني جزائريين، والحمد لله استقبلونا باحسن طريقه. ويعني ما حسيناش كاع بلي رانا زعما اجانب ولا كوكس، فيك يقولي باللي فلسطينيين 100%. نعم. مراد، هل التقيتم بجزائريين او جاليه جزائريه متواجده في فلسطين؟ غير خمسة اشخاص جزائريين. نعم، يعني ما كاش جاليه كبيره عايشه في فلسطين. يعني شوفي هي صعب كثير للجزائري بيدخل لفلسطين. احنا قعدنا 6 ساعات في المطار في تل ابيب. تل ابيب تل الربيع هاي اسمها. تحيا الجزائر من فلسطين الحبيبه، اهلا وسهلا بالجزائريين كلهم. يعطيك العافيه. قلت لك باللي شدونا 6 ساعات في مع الشرطه الاسرائيليه. اكيد اجراءات صعبه. الاجراءات صعبه كثير، يسالوك الاسم، باباك، جدك، ليش جاي لاسرائيل ومن عندك استيقاف لفلسطين، اشكرك رايح للغزه، رايح للجنين. نعم. يعني 6 ساعات والحمد لله هضرنا معهم باحسن طريقه وخلاونا ندخلوا. احنا كنا خايفين ما يخلوناش ندخلوا. الحمد لله بعد 6 ساعات قالوا لنا عطانا اللي سي باسي، قلنا الحمد لله. الحمد لله. نعم. وان شاء الله قررنا باللي كل السنه كل رمضان باذن الله نجوزوه في هذه المنطقه تاع فلسطين. وان شاء الله لازم نشجعوهم اكثر نعاونوهم، لشان فيه كثير فلسطينيين مساكين يعني بيحتاجوا منو بس مصاري، بس كي يشتروا البضاعه تاعهم ونشغلوهم. يعني هما الفاصلين يقول لك ما تعطيني مصاري، ما تعطينيش دراهم، اعطيني عمل. يعني ما يحبوش يطلبوا، هما يحبوا زعما يخدموا. هذه اللي مليحه فيهم بزاف. نعم. شكرا لك مراد وسامي، كنتوا افضل مثال اللي تمثلوا به يعني الجزائر في فلسطين. الحمد لله. مرحبا بكم. غير هو يهضر العربيه خير مني. نتمناو لكل الجزائر هذا كما يقول لك الطلبيه تبع الشعب الفلسطيني. اي واحد باش يتلاقى معنا يقول احنا نتمنوا الجزائر كلها تيجي لفلسطين وتحرر ارض فلسطين ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك سامي، شكرا لك. وباذن الله نتلاقوا في فلسطين ان شاء الله. ان شاء الله تعودوا ايضا تزوروا الجزائر باذن الله. ان شاء الله البروشين فواياج باذن الله. ان شاء الله. شكرا لك سامي ومراد، وبلغوا لنا السلام لاهل فلسطين.